السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات عرفنا ان رياكت بيعمل عملية مقارنة ما بين الفيرتشوال دوم القديم والجديد علشان يتجنب التحديثات المباشرة على الريال دوم. بس السؤال المهم اللي بيطرح نفسه هنا، كيف رياكت بيعرف بالضبط ايه الجزء اللي اتغير من مئات او الاف العناصر في الصف؟ ايه هي الخوارزميات والالات الفعليه اللي بتشتغل في الكواليس علشان تكتشف التغيرات دي بدقة وسرعة؟ في الفيديو الثالث من سلسلتنا هنفهم مصطلحات مجدية جدا وبيتقال عنها كتير في اسئلة الانترفيو زي الديفن الجوريزم والريكونسيليشن والنيو فايبر اركتكتشر. جهز معايا مشروبك المفضل وخلينا ندخل في التفاصيل. علشان نفهم العمليه دي لازم نتعرف على اول واهم مصطلح وهو الريكونسيليشن او ببساطه التدفق والمعادله. الريكونسيليشن هو العمليه اللي رياكت بيعمل فيها مقارنه بين التري القديمه والتري الجديده علشان يحدد بالضبط ايه اللي اتغير فعلا. زي ما واضح قدامك في الرسمه، التطبيق كان فيه هيدر وليست وجواه ايتم. لما ضفنا عنصر جديد في الرندر الجديد اللي اتحول باللون الاخضر، رياكت بيقارن التو تري ببعض وبيستنتج ان الهيدر والايتم القدام زي ما هم، والتغير الوحيد هو اضافه الايتم. الريكونسيليشن هو المفهوم العريض للعمليه دي. بس يا ترى ايه هي الالجوريزمات الفعليه اللي بتنفذ المقارنه دي بسرعه من غير ما تستهلك اي ريسورس؟ وهنا بيجي دور خوارزميه الديفنج والقاعده الذكيه اللي بتعتمد عليها علشان تقارن العناصر ببعض. سيم بوزيشن، سيم تايب، ابديت ان بليس. يعني لو العنصر حافظ على نفس المكان، رياكت بيحدث الخصائص بس في مكانه من غير ما يدمر العنصر ويعيد بناؤه. لاحظ معايا في الصوره قبل وبعد تشينجد بروبس ابديت. الايتم بي اللي باللون البرتقالي اتغيرت خصائصها لان رياكت اتكفل باعاده تحديث البروبس بس. ميسنج اليمنت ريموف. الايتم سي اللي باللون الوردي اختفى فورا من التري الجديده فرياكت مسحه من الدوم. نيو تايب ريبليس سب تري. ولو ظهر نوع جديد مختلف كليا، رياكت بيستبدل الشجره الفرعيه دي كلها بالعنصر الجديد. القاعده دي بتخلي عمليه المقارنه سريعه جدا، بس التحدي الاكبر بيظهر لما الابلكيشن بيكبر. وهنا ظهرت الازمه الكبيره في الاصدارات القديمه من رياكت. الريكونسيلر القديم كان بيمشي في التري العناصر بطريقه تكراريه متسلسله، وكان في عيب خطير. زي ما انت شايف في الانيميشن، التحديث بيحصل بشكل متزامن سينكرونايز في المين ثريد بتاعه المتصفح. شريط التنفيذ بيطول وياخد وقت، والفريم بادجت بتاعه المتصفح بتعدي الحدود. المشكله بتتلخص في 3 نقاط: ريكيرسيف، عمليه لف طويله على التري; سينكرونايزد، لازم تخلص كله في حوض واحد; كان نوت بي باظد، مفيش اي طريقه لايقاف العمليه دي مؤقت. طول ما رياكت شغال بيحسب الفرق ده، المتصفح بيكون متجمد تماما، مش قادر يستجيب لكتابه المستخدم ولا يستجيب لاي كليك، والصفحه تحسها انها بتهنج. وده كان السبب الرئيسي اللي خلى فريق رياكت يعيد كتابه المحرك بالكامل ويدخلنا في عصر الفايبر. وعلشان يحلوا الكارثه دي، فريق رياكت اعاد كتابه المحرك والريكونسلر بالكامل من الصفر وسموه رياكت فايبر. الفكره العمليه في الفايبر انهم قسموا عمليات التشغيل الثقيله لوحدات عمل صغيره جدا، وكل واحده منهم اسمها فايبر. وزي ما انت شايف في الدايجرام، الشغل ما بقاش بيحصل في بلوك واحد متجمد بس، بيمشي واحده واحده، وفي النص بيكون في عمليه الوقف المؤقت. ده اتاح لرياكت 3 مميزات جباره: انكريمنتال، الشغل بيتجزأ على مراحل صغيره جدا; انتربتبل، قابل للايقاف لو المستخدم ضغط على الزر او كتب في الانبوت اثناء ما رياكت بيعمل ريندر. رياكت بيوقف الشغل فورا وبيدي الاولويه للحدث اللي جاي من اليوزر. برايورتيز، ترتيب الاولويات، الحاجات المهمه لتجربه المستخدم بتتعمل الاول والحاجات الثقيله بتتاجل. ببساطه الفايبر خلى رياكت بيتحول من نظام بيسد الطريق لنظام مرن جدا بيدي المتصفح مساحه يتنفس فيها. وهنا بيجي سؤال مهم جدا بيتسال في الانترفيو: هل الفايبر بيتحكم في كل مرحله ريندرينج؟ الاجابه المباشره زي ما واضح على الشاشه: فايبر باور the render phase not the common phase. عمليه الريندرينج في رياكت بتعدي مرحلتين مهمين جدا: شغل الفايبر، الريندر فيز، الفروجات. المرحله دي اللي رياكت بيحسب فيها ويجهز التري للفايبر في الذاكره، والمرحله دي انتربتبل، يعني تقدر تتاجل او حتى تعيد نفسها من الاول لو ظهرت اولويات اعلى. تطبيقات التغيرات، الكومن فيز، دي المرحله اللي رياكت بيكتب فيها التغيرات الفعليه على الريال دوم، والمرحله دي سينكرونايز، يعني اول ما تبدا لازم تخلص فورا في نفس اللحظه علشان ما يحصلش اي تشوش بصري في واجهه المستخدم. فالفايبر ادى لرياكت مرونه كامله في مرحله الحسابات والتخطيط، بس حافظ على السرعه والثبات. وعلشان نلخص الفرق بين الجنبين في جمله واحده تثبت في دماغك وتجاوب بيها في اي انترفيو: reconciliation decide what it changed, fiber decide when. reconciliation Diffing trees هي العملية اللي بتحدد ايه اللي اتغير في التري. الفايبر interruptible rendering هو الاركتكتشر اللي بيتحدد امتى وكيف التعديل ده بيتنفذ بدون ما يوقف المتصفح. لو وصلت للنقطة دي فانت بقيت فاهم آلية الريندرينج والفايبر في رياكت زي المحترفين بالضبط. في الفيديو الجاي هنكمل الرحلة وندخل اكتر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لي رأيك او سؤالك في الكومنت، واشوفكم الفيديو الجاي.